كي دايرين لاباس بخير اموركم مزيانه كنتمنى تكونوا على خير وبخير. شحال هادي ما صورت لكم شي فيديو ولا شي حاجه. صراحه تنسمحوا لي قبلت عليكم بزاف، ولكن هاني رجعت لقيتوني تشهيت واحد الحليوه وغادا نمشي ان شاء الله نتقدى ليها باش نصوبها. عاد خارجين بي. المهم انا قلبت قدام بيم غنمشي ناخذ داكشي اللي بغيت. شحال هادي ما صوبتش حليوه صراحه. ما فيهاش مقادير بزاف، كنا مساليه منا كلشي. بقاو معايا. هنا غنحضر معكم واحد لاطاغط بالطبقات. هنا خديت 3 ديال العلب ديال الصابلي ديال 2 دراهم، هما كما كتشوفوا. يمكن لكم تعوضوه بهنريس اولا غولدين. هنايا غادي نديرهم في الهاشوار، طحنتهم هكا، خليتهم زعما طروفه كبار شويه كما كتشوفوا. هنا دوبت شويه ديال الزبده، واحد 2 معالق كبار. المهم الزبده على حسب هي وكيف غتجمع ليكم. غنبقى نحرك فحال هكا صافي. من بعد خديت هاد المول هذا كما كتشوفوا ديال الزاج. تقدروا تستعملوا شي مول اخر اللي عندكم. وغادا نفرش ديك الطبقه الاولى ديال البسكوي، وغنبقى ندير لها فحال هكا بالكاس باش تشد راسها، وغنخشيها شويه في الثلاجه. نحس بها بلاش يعني تشد راسها. غنوجد الطبقه الثانيه. هنا 3 المعالق كبار ديال نشا الذره او المايزينا عامرين، يكونوا عامرين. 3 المعالق سنيده، واحد الفاني، واحد دانيت ديال كراميل، واحد نصف لتر ديال الحليب سنيده على حسب الذوق طبعا. هنا خديت كاسرونه درت فيها الحليب والسنيده، واحد الفاني. تقدروا ديروا بلاصه روح ديال الفاني بحال فحال. زدت هنايا المايزينا او نشا الذره كيف ما قلت لكم 3 المعالق كبار. غنحركو هو الاول حتى يذوب لنا ديك السنيده والمايزينا. عاد غادا نديرهم فوق البوطه تكون مهيله وما نوقفوش من التحراك تيولنا الخليط يولي عاقد فحال هكذا. نطفيو عليه وغنزيدو ديك العلبه ديال الكراميل ديال الفلون وغنحركو. وغنجبدو هذاك البسكوي من بعد ما صاح لينا شدات فيه ديك الزبده. وغنخويو الخليط، غنخليو شويه يبرد، عاد نخشيوه في الثلاجه هكا غير شي نصف ساعه على ما يشد راسو. كما كتشوفوا هاد الطبقه لتحت ديال البسكوي الطبقه اللي صوبناها دابا، وهنايا الطبقه الثانيه والثالثه. هنا خدينا ريبي جميله، خديت 4 ديال العلب، وهنا معلقه ديال السنيده كبيره تقدروا تستغناو عليها حيت اصلا ريبي حلو، و3 المعالق ديال المايزينا. هذه الطبقه الاخيره. غناخدو هنايا كاسرونه غنوضعو فيها هذاك ريبي والسنيده. عفوا هنا راه يد شاده بها التليفون كنصور، ويد خدامه بها مفافيه. تدي واش عليا. زدت هنا ديك المايزينا، غنحرك هو الاول، عاد غنشعل على البوطه وغنبقى نحرك ما نوقفش من التحراك حتى يعقد لينا الخليط. هنا كما كتشوفوا بعد ما خرجت من الثلاجه راه شاده راسها الطبقه الثانيه. وغنزيدو هاد الخليط ديال الريبي حتى هو من الفوق بعد ما كتشوفوا كيف ولا
صافي. ومن بعد ما غتبرد غندخلها للثلاجة على ما تشد راسها. هاد الطبقات بداو كيبانو بثلاثة، صراحة منظر زوين. المذاق باقا ما شفتوش صراحة، ندوق نقول لكم. اما التزيين طبعا على حسب المتوفر وعلى حسب الذوق ديالكم، كل وحده وكي كتبغي تبدع. انا زوقتها بلي كان عندي فحال طونيك، كان عندي طونيك صافي، وهذا كيتكات صغير الله يجعل شي بركه. مهم هي اللذة والمذاق. انا هنا صافي بعد ما وجدت لي غنخليها تبات ليله كامله، وغدا في الصباح ان شاء الله نعاود نصور معكم. وفي الصباح كما كتشوفوا ها هي خرجتها، راها بردت مزيان، زوقتها على قد الحال. كما كتشوفوا الطبقات باينين. الصراحه دقتها ملي قطعتها على الصباح. لقيتها القهوه هكاك حافيه، ولكن لذيذه ومنعشه صراحه، سهله سهله ماهله. وجربوها في هذا الصيف، هذه الحراره زوينه. والالوان، شوفي يا اختي الالوان، كلشي على الالوان، الوان ديال الصيف. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعاليق الزوينين واللايكات والاشتراكات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم بزاف. والفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.